اليوم باش نحكي لكم على قصة أكبر قاتل متسلسل عرفته تونس، المعروف بسفاح نابل. تولد الناصر الدمرجي عام 1944 في تونس العاصمة. ولد سيدي في نابلس وتنجم تقول في الأصل الأصيل مولود في شرنيكول، لأني مولود في تونس. والدته تدعى حورية، تعرفت كبائعة هواء، خدمتها خلتها تتعرف على شاب من مدينة زغوان، وأنجبت منه الناصر في علاقة غير شرعية. كبر الناصر وسافر لفرنسا بعد ما خطب بنت خالته، لكن تفاجأ كي رجع لتونس أنها تزوجت، وهذا من الحاجات اللي عزوا فيه الرغبة في الانتقام. الناصر كان شخصية منبوذة من النساء، وكان معروف عليه أنه ما يتلهاش بالهندامة متاعه ومهمل روحه. في الفترة هذه تعرف على بنية اسمها غاية، وعمرها وقتها 12 سنة، وحبها حب جنوني لدرجة أنه اختطفها واغتصبها رغبة منه أنه يحط عائلتها قدام الأمر الواقع ويعرس بها، لكن العائلة رفضت وشكت به، وكان هذا سبب في دخوله للحبس. وكيف خرج؟ تزوج ببنية عمرها 17 سنة، لكن علاقتهم ما دامتش بحكم تصرفاته الجنسية الغريبة اللي تميل للذكور. تزوج ومانيش متجوز، تزوجت بمرأة ولكن تفرقت انا وياها على طريق العداله. ما كان لا لم طلق لم متجوز، مانيش كاتب الصداق عليها. ما وصلتش انا، وهذا كل ما طلبته من العداله وكل معناها ما ترجيت من العداله بس تكتب لي. نبذ المجتمع لي خلاه ينتقم، وتبدأ هنا قصة أكبر قاتل متسلسل في تونس. محمد علي وضعته الصدفة في طريقه، هزوا معه الموتور للثانية باش يجني اللوز. ما كانتش في نيته يعمل له حتى شيء، حتى راه شبه عاري فوق الشجرة وعرض عليه مفاحشته. الطفل رفض وحاول يهرب، تمكن به الناصر وخنقه ودفنه. يعني ما نجيش من الوسط، نجي نحكي لك خاطر تو كي تاخذ كتاب انت واش تقراه ما تنجمش تقراه من الوسط. والله جات على من قبيل الصدفه، هي اول قضيه يعني هي اللي معناها خذيت فيها طفل مثنيه، عرضني مثنيه نلقاه في طريق نيانو اللي يربط ما بين بني خلاد وقرنبالي. ما خليكش تعرفش اسمه. لا انا يعني كثر الحالات ما نسميش. انا مروح على الموتور وهو عرض لي، قال لي شيء يعني معاك؟ قلت له وانا ماشي تلعب الكوره. قال لي ماشي نلعب الكوره. فقلت له علاش في عز معناها تلعب الكوره، علاش ما تستغلش؟ ايش عرفت ماشي يلعب الكوره؟ هو بطبيعته معناها في شارته وهز مريول في يده وماشي فهمتني البسحه نتاع الكوره يلعبوا الاولاد فهمتني، تعدينا من حذاهم يلعبوا الكوره. هزيته على الموتور فهمتني، وصلنا للثانيه. وقت اللي وصلنا للثانيه ما كانش عندي حتى نيه وما كانش عندي حتى شيء. هزيته للثانيه حطيته يجمع في شويه لوز، فكلفناه هذيك. وقت اللي هو معناها جاي يحول من عود لعود بان لي يعني شبه عريان، ما عندش معناها غاية خدمة الوقت هذاك وفاء يعني. نجم تقول أنا ماشي لبرا. بعد شهرين يعاود الكرة مع طفل اسمه الحبيب اللي اعتدى عليه بعد ما خنقه وتفنن في إخفاء الجثة، بعد ما كان يحفر حفرة غارقة ويلف الجثة بالبلاستيك باش ما تطلعش الريحة ويواصل حياته عادي. رمزي كان الضحية الثالثة، وهو ابن بنت خالته اللي قرر ينتقم منها واغتصبه وقتله بطريقة وحشية ودفنه بنفس الطريقة في ثانية اللي كراها باش يخبرها. توالت جرائمه حتى وصلت 14 ضحية من غير لا شفقة ولا رحمة، ومن غير ما يخلي حتى أثر وراه ولا شك بسيط اللي نجم يكون هو صاحب العملة. أرعب الناصر تونس الكل، وتم القبض عليه سنة 1990، وتم تطبيق حكم الإعدام عليه بعد ما اعترف بكل جرائمه بالتفصيل. الغريب اللي يتذكر كل بلاصة وكل ضحية بالتدقيق. رفض كل محامين تونس الدفاع عليه إلا محامي واحد أعلموا الناصر أنه يحس بحرارة في بدنه تخليه يرتكب جرائمه بدون أي إحساس بالذنب. الناصر تفنن في إخفاء الجثث وقتلهم، وروحه كي تم إزهاقها دامت 13 دقيقة، واللي هي أكثر من المعدل الطبيعي لأي إنسان. وهذه قصة أكبر قاتل متسلسل في تونس، وإن شاء الله في فيديوهات أخرى جديدة.